تعالوا اقول لكم يا بنات نعمل شويه بسكويت النهارده عسل زي ما انتم شايفين كده. جمل جدا جدا ان شاء الله هيعجبكم بدون بيض وبدون حليب وحاجه كده من الاخر تحفه. بألف هنا بأقل المقادير ومقرمش وجميل جدا جدا وخفيف خفيف خالص. وان شاء الله هيعجبكم بجد بجد. احلى بسكويت عملته هو البسكويت بدون بيض وبدون حليب. هتشوفوا ان شاء الله هيعجبكم. بصوا الجمال والحلاوه. جميل جدًا، جدًا، ومقرمش جدًا وريحته تجنن. عملته بريحة البرتقان وبالتانج. بس حاجة كده فاخر من الآخر. إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. ولو أول مرة تشوفوني اكتبوا لي بتتابعوني منين. ودعوة حلوة منكم إن شاء الله كده. ولايك محفز منكم. وكل سنة وأنتم طيبين. ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب العالمين. بصوا بيطلع عامل إزاي. بيتقطع إزاي. اللوز. جميل جدًا. شفتوا يا بنات. بصوا بقى التقطيع. بينزل معاكِ في المكنة جميل جدًا. ولا المحل بالضبط. المقادير بتاعتنا بسيطة جدًا. أنا عملت 2 كيلو ونص دقيق. عليهم 750 جرام سمنة. ولو عندِك زبدة يبقى جميل جدًا جدًا. وكيلو واحد سكر حبيبات. مش لازم سكر بودرة. وريحة البرتقال زي ما أنتم شايفين كده قصنص البرتقال. هو زي ريحة الموز بالضبط. والنشادر 50 جرام نشادر. وفانتا. بُص بقى حاجة كده من الآخر. ما فيش أي تكاليف ولا أي حاجة خالص. وكل حاجة موجودة في البيت. وجميل جدًا والنتيجة هايلة ناجح 100%. لو ما عندكيش عجان بإيديكِ. يعني أنا عندي عجان بس عشان أنا المرض اتنشط عندي شوية. وادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعًا يا رب العالمين. عندي العجان زي ما أنتم شايفين كده. حطيت السكر كيلو السكر 750 جرام سمنة على زيت. خلّوا بالكم سمنة على زيت أو زبدة على زيت. تمام. حطيتهم في العجان زي ما أنتم شايفين كده. وركبت الكَف ده. وهنضرب بقى السمنة مع السكر لحد ما تبقى كريمي وينعم معانا كده. باستمر في الضرب كده زي ما أنتم شايفين لحد ما اللون بتاعه يفتح ويبيض بتاعة السمنة والسكر. لحد ما بيفتح كده بالطريقة ديّة كده. ويبيض معانا. أنا بابدأ الأول على درجة سرعة 1 وبعد كده باعلّي السرعة بتاعتها. تمام. كده تمام. بُصّوا بقى باقول لكم أهوّة الخليط بتاعنا بقى كريمي خالص وجميل جدًا زي ما أنتم شايفين. أولًا اللي عنده حساسية من اللي هو البيض. اللي هم الناس اللي بتتحسس من البيض. اللي ما بتحبش البيض. البسكويت ده جميل جدًا ليهم. وفي نفس الوقت خفيف وطازة. معايا بقى بُصّوا بعد ما خلاص بقى السكر والسمنة بقوا كريمي. باقوم حاطة بقى قد 600 جرام بالضبط. نُص إزازة الفانتا ديّة. و10 جرام كمان فانتا. تمام. عشان البيض طبعًا ما معناش بيض. عشان السوائل بتاعتنا هتبقى أزيد شوية عن الطبيعي. يعني مَج ونُص بالضبط فانتا. لو مَج ونُص بالضبط بالفانتا. وبانزل بقى بكيس التانج بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده على الخليط برضه بتاعنا. بيخلّي الريحة جميلة جدًا وبيعزّز ريحته. طبعًا أنا معايا بقى ال2 كيلو ونُص دقيق. نخلهم كويس وباجيب رشة ملح زي ما أنتم شايفين كده. باقلّب الدقيق كويس جدًا. بادمج الملح مع الدقيق زي ما أنتم شايفين كده ولا بيكنج باودر ولا أي حاجة. النشادر والدقيق. النشادر والملح. تمام. باشيل بقى الكبشة ديّة عشان أبقى باسلَم بيهم الدقيق زي ما هتشوفوا دلوقتي. عشان ما يعرقش معانا. ديّة أهم خطوة في البسكويت على فكرة. ما حدش بيقولها خالص. بُصّوا بقى حطيت النشادر كمان أهوّة. هاقلّب برضه الدقيق كويس جدًا. النشادر لمّا تحطّيها على الدقيق بالطريقة ديّة ما يخلّيش البسكويتة بتاعتِك تتنفخ. لأ تبقى مضبوطة. ما تفرشش في قلب الفرن. وتبقى زي ما هتدخّليها زي ما هتطلّعيها بالضبط هتبقى جميلة جدًا. تمام. نزلت بقى بالخليط بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده على الدقيق. بعد ما دمجت النشادر والملح مع الدقيق كويس. بانزل بقى بالخليط بتاعنا. بُصّوا بقى. ما بنعجنش. أنا بُصّي بصوابعي بس كده. الصوابع بس هي اللي شغّالة. بتلِم الدقيق بس مع الخليط كده. بتلِم الدقيق بس.
بس يا بنات هيتلم معاكي بكل سهولة، لانك حاطه المقادير مظبوطه جدا والسوائل بتاعته مظبوطه جدا. بتلمي الدقيق كله وتدمجي الدقيق كله. بصي مش عجن بقى وكده وتغرزي وتعجني، لا خالص، بصوابعك بس، وبتلمي العجينه كده زي ما انت شايفه. وادي الدقيق زي ما انا قلت لكم، بتقوموا جايبين شريطين كده وتقوموا بصمه بقى كده رشه وكمان رشه، وتجيبي وتحطي تقطعي يعني تقسمي نص العجينه بس. البوله عاليه عليا في مكان عالي يعني، بس بنعجن طبعا برضو. بصي بتجيبي كده وترشي برضو لغايه ما تخلصي شويه الدقيق كده. العجينه بتاعتك ما تعرقش معاكي، ما تنزلش السمنه بتاعتها او تنزل السوائل بتاعتها في قلب البوله بتاعتك. تبقى جميله ومحتفظه بالسوائل بتاعتها والسمنه بتاعتها ومظبوطه جدا 100% وما تعرقش معاكي. بصي مظبوطه خالص، حتى لو حطيتيها في المكنه تطلع معاكي جميله وسلسه ومظبوطه. عندي بقى المكنه زي ما انتم شايفين كده اهوت. حطيت بقى العجينه بتاعتي في قلب المكنه وبطلع. طبعا هيطلع عجين من الجناب كده، مش مشكله خالص، بنشيله ونحطه تاني في المكنه عادي، مفيش اي مشكله. وعندك بقى عندي صواني بقى الليمونيه بتاعتي اللي هي بعمل فيها الحلويات بتاعت رمضان والبشاميل والحاجات ديت. انا بسوي فيها بتبقى جميله جدا، والصاجات الالومنيا جميله جدا، بتبقى التسويه بتاعتها جميله وممتازه وبتظبط معاكي التسويه بتاعتك في اي حاجه. بصوا العجينه بتطلع من المكنه جميله. بصوا سهله جدا وبسيطه جدا. عندك بقى اولادك بقى خليهم يعملوا معاكي ويساعدوكي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا جميعا يا رب العالمين. هتدخليها على درجه حراره بعد ما تملي الصاج، هتدخليها على درجه حراره 170 180. الفرن لو هو فرن اللي هو الغاز العادي، هتظبطي درجه الحراره تكون متوسطه بتاعته وتدخلي عليه. لو فرن البوتاجاز على درجه حراره 170 على الشبكه من فوق، وتكوني مولعه من فوق ومولعه من تحت لمده 10 دقايق بالظبط، وهتطلعي الصاج وتبقى جميل زي ما انتم شايفين كده. والبسكوت بتاعنا جميل وريحته جايبه اخر الدنيا. بألف هنا للي هياكلوا، وكل سنه وانتم طيبين وبعود الايام عليكم يا رب العالمين. ما تنسونيش بقلب ودعوه حلوه ان شاء الله منكم، ولايك جميل كده وتعليق محفز منكم ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. بصوا الجمال، بصوا البسكويت، بجد من اجمل البسكويت اللي عملته واجمل الطرق اللي عملتها واسهل الطرق اللي عملتها هو البسكويت بدون بيض. جميل جدا جدا وريحته جايبه اخر الدنيا وخفيف جدا جدا. بصوا النقشه بتاعته، بصوا القوام بتاعه زي ما هو، ما تخنش ولا فرش ولا اي حاجه خالص، وجميل جدا جدا. جربوا الطريقه وقولوا لي رايكم واكتبوا لي في تعليقاتكم وكومنتاتكم، وان شاء الله الطريقه تعجبكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. انتظرونا في فيديو جديد. مع السلامه.